ما تقوليش اصل زوجتي هي ايه اللي حصل لها مع اخويا. الراجل دخل مصحه نفسيه مش عارف هيعمل ايه مع اخوه، مش عارف يعمل ايه اللي بيخلينا يعني نتكلم في الامور دي، الا ان الموضوع الواحد صدره بيضيق بسبب المواضيع دي، ومعظمهم من الصعيد، لان العاده دي عندهم في الصعيد جامده جدا. هو الولد عايش يقول له لا مراتك بتاعتنا، انت بتتجوز واحده لابوك وامك. فيعني ببقى انا مكان المشاهد في الجزئيه دي، ان هم برضو علشان اهلنا في الريف دي انهم يتابعوها، اسمعوها، سمعوها لاولادكم. انت اسمعها، حتى لو انت كبير عيله اسمعها، انت لو حما اسمعيها، انت لو زوجه مقبله على الزواج اسمعيها، انت لو زوج اسمع وافهم. هنعمل بيت يلمنا انا والعيال، ولما حد يقول له يا عم في سلبيات في بيت العيله وانت كنت قاعد من 30 سنه على الجسر في البلد وقاعد تشتكي الفلاني اللي الله يرحمه مات وقلت لنا في مشاكل، قال لا احنا مش زي غيرنا. بص بقى احنا رجعنا لاول حلقه ازاي الشباب اللي في القريه عاملين جروبات واتس ما بينهم لفضايح بنت فلان الفلاني وفضايح مرات فلان الفلاني وفضايح كذا، وبيوصل الامر لاخوات ملتزمات. خيانات الزوجيه ده فظيع جدا. الاقي الاخ جاي لي يقول لي ازاي ده احنا في بيت عيله، انا زوجتي ما خرجتش، انا زوجتي كذا. ابدا احكي له شويه حاجات يقول لي كنت عايش معانا ولا ايه، ولازم نجيب مش عارف ايه وبتاع. بتلاقي الموضوع ده كبير جدا في المواسم. البنت بتتعارب الموسم اللي اهلها جايبينه ان هي ما نزلتش الحما كذا، يعني حاجه غريبه. الراجل اللي بيسمح لزوجته تتدخل في النفقه اللي هيديها لامه ده ما يعتبرش راجل. يعني النقطه اللي هي مستنيينها الناس الحل، يعني مش هنفضل نقعد نسكن على الامر، لابد ان احنا نفتح الجرح ونطلع ما فيه من فساد وما فيه من الم وما فيه من مشاكل عشان نبدا نحل.